الزمالك قبل الهدية وفاز على كهرباء الإسماعيلية 5-2 وصعد للمركز الثاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم ورب تكونوا بخير. انتهت منذ دقائق قليلة مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية المقامة بينهم على ملعب استاد هيئة قناة السويس في الإسماعيلية. فوز الزمالك 5-2. الزمالك قبل الهدية ليه؟ لأن المنافسين الزمالك تعثروا. امبارح الاهلي اتعادل مع البنك الاهلي 1-1، والنهارده قبل مباراه الزمالك كان الساعه 5 في مباراه بيراميدز وسموحه، وبيراميدز نال هزيمه من سموحه 2-1. فالزمالك قبل الهديه وفاز على كهرباء الاسماعيليه ليصعد للمركز الثاني. النهارده الزمالك بقى 28 نقطه وفي المركز الثاني في نفس رصيد بيراميدز، بس هو الزمالك يسبق بيراميدز بفارق الاهداف. فبيراميدز اصبح هو الثاني مقرر او الثالث، والاهلي الرابع برصيد 27 نقطه. طبعا في المقدمه سيراميكا كليوباترا، بس سيراميكا عنده 32 نقطه ولعب ماتش زياده عن الزمالك. يعني لعب ماتش زياده عن الزمالك، لو الزمالك لعب الماتش اللي باقي هيبقى فرق نقطه واحده لو الزمالك فاز المباراه. وطبعا سيراميكا هيلعب كمان بكره وهيبقى فيه ماتشين زياده. المهم الزمالك كسب المباراة. الزمالك النهاردة فتح مدرسة الفن والهندسة. الزمالك لعب ماتش جميل جدا 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 كلعب هجومي وكمنظومة هجومية وكتحركات من غير كورة. الزمالك كسب النهاردة نتيجة الماتش، وكسب النهاردة ان ترتيبه عالي في الدوري وفرص منافسته زادت. كسب النهاردة النجوم الناشئين بتوعه، كسب الثقة اللي بتيجي من مباراة لمباراة اللي كسبها كمان معتمد جمال. ولكن لينا شويه ملاحظات كده هنقولهم في الاخر على المنظومه الدفاعيه وحراسه المرمى، لان هي دي اللي في رايي دي مشكله للزمالك. لو الزمالك حب ان شاء الله عشان يكمل الزمالك في المنافسه ويقدر يفوز بالبطولات، ان لازم الامور دي تتظبط بس. وطبعا في تشكيل اضطراري لعب بيه الزمالك النهارده غصب عنه، لان الزمالك النهارده بيلعب بتشكيل اضطراري بسبب الاصابات الكتير جدا والايقافات اللي موجوده النهارده. هنتكلم على المباراة ونتكلم على الأحداث ونتكلم على التشكيل ونقول الزمالك بدأ بتشكيل مين. طبعا النهاردة حصل يعني تغيير قبل المباراة كمان اضطراري، ان بزيرة كان هيلعب وهو بيسخن حس بمشاكل في رجله، فبزيرة ما لعبش وما بدأش المباراة وبدأ مكانه عدي الدباغ. الزمالك بدأ بتشكيل النهاردة: محمد صبحي حراسة مرمى، محمد إبراهيم باك يمين، سيد أسامة سردباك هو محمود حمدي الونش، ده أول مرة يلعب سيد أسامة، واحمد خضر. يبقى في 3 كده في خط الدفاع ناشئين لسه جداد: محمد ابراهيم، سيد اسامه، واحمد خضر. طيب خط الوسط كان مين بقى بيلعب فيه؟ كان بيلعب محمد اسماعيل واحمد حمدي وادم كايد. وخط الهجوم عدي الدباغ وناصر منسي واحمد شريف. وبدأت المباراة بهجوم من الزمالك. من الدقيقة الثانية كان في فرصة لأدم كايد، في فرص بقى جت لأدم كايد، فرصة بيهدرها من عرضية أحمد شريف. بعدها الدقيقة 6 برضه أحمد حمدي محمد إبراهيم بيلعب عرضية جميلة جدا، الحارس بيصدها مباشرة مواجهة كده، وناصر منسي قدامه، بس ناصر منسي مش متوقعها فما خدش وضع الاستعداد إن يوجه الكورة، فالكورة ما عرفش يوجهها في المرمى. وبعد كده دقيقة 31 برضو خطأ من حارس الكهرباء بيمرر لأحمد شريف بيهدرها، وبعدين بتعود لناصر بيسددها ضعيفة. كل ديت فرص للزمالك، وفي نفس الوقت برضو الكهرباء الإسماعيلية الاثنين بيلعبوا ماتش مفتوح. يعني اللي ساعد الزمالك النهارده، وده اللي عشان كده هتكلم فيه بقى، ان الاثنين كانوا بيلعبوا ماتش مفتوح، فكان الماتش جميل جدا، لان مش فرقه اتقتلت في الثلث الدفاعي بتاعها ولا في حدود منطقه ال 18 وعملت بلوك قدامك ووقفت، لا ده فرقه بتلعب لعب مفتوح وبتهاجم وبتروح وبتشوف المساحات في خط ظهرك وبتشوف المشاكل لو عندك شويه دفوات موجوده في خط الوسط، ودي هنتكلم عليها. وبدات تحاول تلعب في ظهر لعيبتك، في ظهر خط الوسط، وفي ظهر المدافعين بتوعك، وفي ظهر الاجناب بتوعك. علشان كده كانت المباراه جميله والمباراه رايحه جايه. دقيقه 32 برضو فرصه مؤكده لكهرباء الاسماعيليه، كره عرضيه، يعني كره عرضيه بيصدها محمد صبحي، برضو صدها برعونه قوي، يعني صدها على حدود يعني هو 6 يارده، على حدود ال6 يارده، بتروح للمهاجم الكهرباء علي سليمان الاريتري، بيضيعها بغرابه كبيره جدا، لان هو ما كانش، يعني هو لو واقف مظبوط على رجله واخد الوضعيه مظبوطه ما كانش لعبها بالشكل دوت، ولكن بيضيعها المهاجم لغايه ما جت الدقيقه 38 بقى احمد شريف بيحرز الهدف الاول.
يعني هدف بصراحه كان جميل جدا. الكره اتلعبت غلط من كهرباء الاسماعيليه، ردها على طول محمد اسماعيل بالهيد. ناصر اصلا ضغط على الحارس، يعني هي البدايه كده ناصر ضغط على الحارس لعب الكوره، فلعبت في عمق الملعب في نص الملعب، والملعب مفتوح، ولاعيب كهرباء الاسماعيليه فاتحه على الطرفين واخده والوضع الهجومي بتاعها، فدي بتبقى اصعب حاجه لو الكوره اتاخدت من الفريق اللي في الحاله الهجوميه. فلعبها محمد اسماعيل على طول بالهيد من لمسه واحده لمين؟ على حدود ال 18 لناصر منسي. ناصر منسي يا دوبك لعبها بصراحه يعني يعني لعبها بكل رؤيه حلوه وبعيد عن الانانيه والنرجسيه، راح لعبها لاحمد شريف، واحمد شريف راح راكنها برجليه اليمين، احرز فيها الهدف الاول. هدف في منتهى الجمال من احمد شريف ومن ناصر منسي، اللعبه كلها محمد اسماعيل ناصر منسي احمد شريف. ودي كانت في الدقيقه 38. في الدقيقه 42 بعديها على طول الهدف الثاني بتاع عدي الدباغ، كانت برضه كوره جميله جدا. احمد خضري خد الكوره ودخل بيها هو احمد شريف، ولعبها عمل اوفرلاب مع احمد شريف، وبعدين لعب له كوره بينيه من بين المدافعين. احمد شريف دخل من الجناح الايسر في حدود ال 18، في حدود ال 18 بالظبط كده، ودخل من جوه منطقه ال 18، وبيحب ولعبها بنفس الطريقه برضه، بيركنها ببطن رجله ارضي على شمال الحارس زي الهدف الاول اللي احرزه. الحارس صدها. مين بقى اللي متابع وعامل فولو؟ عدي الدباغ. عدي الدباغ احرز منها الهدف الهدف الثاني. بعد كده بقى كهرباء الاسماعيليه في الدقيقه 45 احرز الهدف بتاعه، والهدف ده يعني هدف مركب شويه. كرة على حدود نص الملعب لاحمد حمدي. احمد حمدي خسر الكرة واحمد حمدي كان بعيد النهارده، كان من اللعيبه القليله اللي في الزمالك اللي كانت خارج نطاق الخدمه النهارده، يعني بغرابه شديده فقد الكرة اتلعبت من ورا، دخلت للاعب علي سليمان الاريتري المهاجم الاريتري. الكوره بقى خلاص حطه في ظهره، السيد اسامه حطه في ظهره، بقى في حوزته هو الكوره وموه بظهره. انت المفروض حاجه زي دي شيل على طول، لانك انت قدامك الحارس بتاعك وفي ظهرك المهاجم ما تشوفش. طب انت بتموه عليه من الناحيه دي، راح لافف تاني من الناحيه التانيه وغامز الكوره في وقت خروج محمد صبحي، راحت الكوره جايه في رجل محمد صبحي، ردت في السيد اسامه وراحت رده تاني من فوق محمد صبحي رايحه في المرمى. محمد ابراهيم بيحاول يطلعها، دخل بيها المرمى، وكمان كان حصل احتكاك بينه وبين لعيب كهرباء الاسماعيليه كان هيصاب فيها، والحمد لله ربنا يعني عدها على خير وعدت على خير. فدي بينت ان احمد حمدي هو كلاعب خط وسط كان عنده مشاكل النهارده. محمد صبحي نفسه في التوقيت وفي الخروج كانش مظبوط. طبعا السيد اسامه انا مش هتكلم عليه كتير، طبعا هو خطأ منه، بس لعيب معذور، لعيب لسه في الاول لازم نديله عذره، لان انت لعيب لسه في بدايه لعبه. واللي سمعناه النهارده حتى من الكابتن احمد عبد الحليم من قبل المباراه ان السيد اسامه اصلا مكانه لعيب خط وسط، ولكن هو اللعيب عنده ثقه وكل حاجه، بس لازم تلعب بمبدا السلامه. الله يرحم الكابتن حماده امام كان دايما يقول مبدا السلامه مبدا السلامه وهو بيذيع. وطبعا الكابتن حماده امام كان بيقول الكلام ده لان هو كان ثعلب الملاعب، وكان هو اللي بيستغل اخطاء المدافعين في الحاجات دي. وانتهى الشوط بفوز الزمالك 2-1. جينا بقى في الشوط الثاني، احمد شريف بيحرز الهدف الثالث في الدقيقه 52 بعد متابعه التسديده لناصر منسي. ناصر منسي عدى وسدد تسديده حلوه جدا برضو من ناحيه الجناح الايسر كده، من الجنب على حدود 18، على حدود خط ال 18 كده الخط الطولي، صدها الحارس ورجع التاني، راح مكمل فيها احمد شريف بالفولو، احرز منها الهدف الثالث. وبعدين بعد كده عمر السعيد لاعب الزمالك السابق اكس زمالك كالمعتاد في كل لعيبه الزمالك السابقين يعني، ونازل وكان احتياطي، نزل برضو ركنيه، اترفعت الركنيه لكهرباء الاسماعيليه، كان معاه محمد اسماعيل يعني لمحه كده سهي عنه، دخل حطها وهي في 6 ياردة. يعني بصراحه محمد صبحي انا مش عارف هو بيعمل ايه، كوره في 6 ياردة في متناولك، ده انت المفروض ال 18 كلها بتاعتك. انا بصراحه محمد صبحي انا مش عارف يعني ليه اخطاء كارثيه. ما هو ده خطا كارثي اهوت، تسبب في هدف كان في الدقيقه 62، بقت النتيجه 3-2، رجعهم تاني، كمان كان ممكن يرجعوا تاني للمباراه، ولكن الحمد لله وربنا سلم. برضو مش ناسي ماتش كايزر شيفز اللي دخلنا
في مشكله في المجموعه، ولغايه دلوقتي احنا لسه كنا زماننا بعيد عن الحسابات دي كلها خالص لولا الخطا الكارثي بتاع كايزر تشيفز. يلا هنكمل، بس هنتكلم في الاخر في الكلام ده. في الدقيقه 73 ناصر منسي بيحرز الهدف الرابع. برضو ناصر منسي احرز هدف جميل جدا، الكره كانت ملعوب بالعرض، اللعيبه اخطاوا الكوره، مدافعين كهرباء الاسماعيليه في ظهر نقطه البلنتي بثلاث يارطات. ناصر منسي راح موجه الكوره على يمين الحارس بالحراز الهدف الرابع، هدف جميل جدا جدا جدا. بعدها في الدقيقه 83 كمان ناصر منسي يعني بيهدر فرصه برضو، يعني ما تضيعش، بس ناصر منسي كان هو وعدي الدباغ واحمد شريف بصراحه يعني عاملين خطوره قويه جدا. في الدقيقه 87 بقى برضو كوره مع العوب العرض، قابلها ناصر منسي راح واخدها، عدي الدباغ جاي من وراه راح واخد الكوره ولمم الكوره وعادل الكوره، وعادل الكوره على رجليه الشمال وشاط برجليه الشمال في سقف الشبكه. يعني كوره جميله جدا 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 من عدي الدباغ. وكده انتهت المباراه 5-2، ده نتيجه انتهاء المباراه. طبعا في الدقيقه السادسه من الوقت بدل ده ناصر منسي احرز هدف، بس كان في تسلل والفار يعني كان هيبقى 6-2، الفار اكد التسلل، انما هو كان الحكم حاسب الهدف. حصل بقى تغييرات اللي حصلت بسبب النهارده. يوسف وائل نزل مكان احمد حمدي، ومحمد شحاته نزل مكان محمد اسماعيل، وعبد الله السعيد نزل مكان احمد شريف. وبعد كده محمد حمدي وامير ايمن امير عبد العزيز ابن امير عبد العزيز وعمه ايمن عبد العزيز، ايمن امير نزل مكان ادم كايد، ومحمد حمد نزل مكان محمد ابراهيم. على فكرة ايمن امير برضو في كورة خدها من الجنب الشمال ورقص رقص رقص، وكمان لعبها برجله اليمين، بوش رجله اليمين، في كانت هتقطع الشبكة برضو في سقف الشبكة، بس جت في العارضة. وفرصة تانية برضو بتاعت الهدف السادس اللي هو اتلغى، اللي هو بسبب التسلل، كانت اصلا الكرة ردة لما هو شاط الكرة اصلا واتصدت وردت لناصر منسي، اللي هو كملك الباك طلع الكرة بتاعت ايمن امير عبد العزيز. فايمن امير عبد العزيز انا في رايي ان هو لعيب مبشر جدا ولاعيب قوي جدا، يا ريت ياخد فرصه اكتر في وسط الفتره ديت، لان هو اصلا اللعيب في الناشئين مسمع قوي كلاعب مهاجم قوي وكراس حربه قوي جدا. عموما الزمالك فاز في الفتره دي كلها. بقى الشوط الثاني كان اللعب مفتوح وهجمات هنا وهنا، هجمات اكتر طبعا للزمالك، الزمالك ضيع فرص كتير جدا، وبرده كهرباء الاسماعيليه ضيع. الملحوظات بقى اللي عندي للزمالك يعني كم ملحوظه كده. اول حاجه الاداره اعلن من دلوقتي يا معتمد جمال مكمل يا هجيب مدرب اجنبي عشان نخلص من القصه، لان حصل لقطه كده في اول المباراه في تشويح كده كان جنب الخط ومعتمد واقف على الخط من احمد حمدي، مش عارف التشويح ده كان لمعتمد ولا مين. وبرضه قبل كده كان عدي الدباغ وادم كايد وهم طالعين بيعترضهم. فاللعيب لو ما حسش ان المدرب هو اللي قاعد معاه وهو اللي في ايديه الامور بتاعته، امور بتاعته كلها، الامور الفنيه بتاعته كلها، من لعبه او تغييره او عدم اشراكه في المباريات، اللعيب مش هيكبر للمدرب، ودي لمصلحه النادي. فلازم تحدد من دلوقتي، وكمان عشان معتمد يعرف راسه من رجليه. ومعتمد لو كده معتمد خلاص يعرف ان هو المدير الفني، ويبقى قاعد يعني هادي نفسيا عشان يعرف تاخد منه احسن نتائج، ويعني تاخد منه نتيجه كويسه للفريق. دي حاجه. تاني حاجه بقى بالنسبه للمنظومه الدفاعيه، عاوزه شغل جامد جدا للزمالك. انت النهارده بتلعب كهرباء الاسماعيليه، مع احترامنا ليهم برضو مش بتلعب فرقه قويه. لو بتلعب فرقه قويه بالمنظومه الدفاعيه اللي كانت موجوده في الشوط الاول كنا ممكن دخل فينا اهداف وما عرفناش نرجع تاني. وانا الزمالك دايما بقول انت لازم في الاول تحاول ما يخشش فيك هدف وتحاول تجيب هدف. بتجيب هدف بتقدر نفسيا ومعنويا، اللعيبه نفسيا لان اللعيبه لسه صغيره بتبدا نفسيا تبقى هي اللي ليها الابر هاند على الفرقه اللي قدامها، وبتبقى نفسيا الفرقه اللي قدامها بتبدا تعمد. انما انت لما بيخش فيك جون مع لعيبه لسه خبراتها قليله بيحصل دربكه كبيره جدا وممكن ما بتعرفش ترجع. فعاوزين نشوف المنظومه الدفاعيه دي، عاوزه تشوف حاجه. النهارده انت طبعا دونجا مشي خلاص مشي، يعني هقول ايه، لازم تشوف حل بقى لتعديل منظومه خط الوسط. خط الوسط النهارده كان احمد حمدي سيء جدا، وكان ادم كايد ما بيدافعش، هو لعيب حريف جدا ولعيب صانع لعب كويس جدا، بس ما كانوش
مساعدين محمد اسماعيل، ومحمد اسماعيل اصلا مش مكانه، كان متاخد منك خط الوسط، كانت بتنضرب دايما من الحته بتاعت خط الوسط دي. دي حاجه. تاني حاجه برضو، في تدريبات تخصصيه شويه محتاجينها محمد ابراهيم واحمد خضري في حته الواجب الدفاعي. الاثنين لعيبه واعدين جدا ولاعيبه حريفه جدا، واللعيبه عجبوني جدا، بس عاوزين بالذات واحمد خضري بالذات في الواجب الدفاعي. وطبعا مع الوقت ومع كده هيجي لهم، هيبقى عندهم الخبرات فيها، في التمركزات وفي التغطيه العكسيه، وفي ان هو ما يتلعبش من وراه، ولا يتعامل ازاي مع الجبهات اللي هتلعب عليه. فديت محتاجه شغل جامد جدا. نفس القصه برضو، انا مش هتكلم على السردباكات قوي، لان الونش النهارده كان كويس ما كانش وحش، ولكن ولكن السيد اسامه انا بديله عذره، بس بقول له العب بمبدا السلامه، العب انت في البدايه، العب بمبدا السلام. محمد صبحي انا نفسي يركز، لان محمد صبحي انا ليا عليه يعني، انا بامانه يعني انا مش عاوز اتكلم طبعا محمد عواد لو على اللي عمله ده، لا، اي حاجه انضباطيه مش هقدر اتكلم على محمد عواد لو في اي شيء انضباطي، ولكن انا كحارس مرمى انا بطمن اكتر لمحمد عواد عن محمد صبحي، وتاريخه معانا. انا بتكلم كده، انا بتكلم بصراحه يعني، انا بطمن له، لان دايما في المباريات الكبيره كان عواد بيشيلنا، انما ده مش بس مش هتكلم على اي حاجه انضباطيه. واللي غلط لو هو غلط لا ياخد عقابه، وما فيهاش كلام، اي خطا انضباطي ما فيهاش كلام. المهم، عشان نلخص الموضوع، نلخص الملاحظات الاخرانيه. مجلس الاداره حدد موقف معتمد جمال، ولو كده اعلن واطلع اعلن رسمي. معتمد جمال لو كده اشتغل بقى على المنظومه الدفاعيه الاول، ان ازاي تعمل منظومه دفاعيه قويه، وانت دلوقتي عندك حلول هجوميه كويسه جدا. فلما لو عملت انت منظومه دفاعيه قويه عندك، هتقدر بعد كده تسجل ومش هيبقى فيه مشاكل. حراسه المرمى الموضوع ده لازم يتحل، وموضوع برضو خط الوسط وكده لازم يتشاف حل في الكلام ده، ولازم يبقى فيه تدريبات برضو تخصصيه لظهيري الجنب، لان لسه عاوزين يتحفظوا، ولسه قدامهم كتير جدا في الواجبات الدفاعيه وفي التغطيه العكسيه. عموما الف مبروك للزمالك، وان شاء الله عقبال ماتش زيسكو اللي جاي ان شاء الله في يوم الاحد باذن الله في الكونفدراليه، عشان نضمن الصعود رسمي باذن الله، وان شاء الله نلاقي الزمالك احسن واحسن واحسن باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.